اولا واخيرا كل التوفيق لكابتن مصر والعالم العربي محمد صلاح. كلنا عارفين ان العروض المالية المغرية لدرجة ان محمد صلاح قرب يوصل لاغلى لاعب في العالم، وده اللي بيعمله نادي الاتحاد السعودي عشان يضم محمد صلاح لفريقه. اولا المصريين بصفة خاصة بيشجعوا محمد صلاح طبعا عشان مصري، ضيف على ذلك مشاركة محمد صلاح في الأعمال الإنسانية في السر قبل العلن. أما إخواتنا العرب بصفة عامة بيشجعوا مو صلاح كلاعب بيمثل كرة القدم العربية وصورة مشرفة لكل عربي حتى في أخلاقه. تعال للمشجع الإنجليزي هتشوف كم الحب والدعم لمحمد صلاح من كل الأعمار، لأنه قدر يسعد الناس بلعبه وبالأخلاق الرياضية بعيد عن الجنسية أو القومية. تخيل كل دول اتفقوا على حب محمد صلاح. ومع اول وتاني عرض اتقدم لمحمد صلاح تفاجأ وسط كل ده تظهر مجموعة على السوشيال ميديا وبتحاول تضرب الشعب المصري مع الشعب السعودي. مهما عملتوا هتفضل مصر والسعودية، هتفضل مصر والمملكة العربية السعودية قوة لا يستهان بها على جميع المستويات الشعبية والقيادة السياسية. اوعى تنسى يا مصري وقفة السعودية ووقفة كل الشعوب الخليجية والعربية اللي وقفت معاك سنة 73. واوعى تنسى يا سعودي المعلم المصري والمهندس والطبيب والعامل اللي شارك بعمله وإخلاصه على أرض الشقيقة المملكة العربية السعودية. في النهاية الرياضة لتهذيب النفوس وليس لنيل الكؤوس. تحياتي ليك.